قدم من قناة أدهم جيمر. النهاردة هنعمل تجربة عن لاعب مميز جدا من الباكج المجاني اللي هو بتاع الأيكون. اللاعب ده هو دروجبا، كارت طبعا ايبك. دي أول تجربة لدروجبا على يوتيوب حصريا عن قناة أدهم جيمر. طبعا اللاعب طاقاته منحصرة بس في الهجوم والتسديد وكلها، يعني كل حاجة هجومية فقط، فيزيكال وكيكنج بار وشوتنج بس. يعني كل حاجة هجومية. طبعا رجليه اليمين زي رجليه الشمال بس. ويا ريت يعني تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم. بص، انا ضايف له مهارتين دول يعني هيفيدوا جدا، تراك باك وهيل تريك. المهارات دي يعني بتشيل المهاجمين اللي هما التقال شوية زي دروجبا. هو ناتج التجربة ان هو سرعته هو بطيء بس عنده فيزيكال كويس، يعني يعرف يحط لعيبة في ظهره وما يقطعوش منه الكورة. وطبعا الشوط 100 من 10، ما بيضيعش اي كور عامة. والهيدنج برضه كويس بس اقل من الشوط. بس هو اهم حاجة تحركاته، يعني هو مثلا لو اللاعب ده اللاعب ده 70% تحركات و30% تسديد بس، مفيش سرعة ولا حاجة تانية، يبقى هو لاعب يعتبر شبه تلاجة يعني شوية بس. باشا كتر في الكلام، يلا دلوقتي على لقطات اللاعب. اه يا جماعة، أول لقطة جون في الدقيقة 92، يعني في آخر ثانية. جون حلو جدا. بس هو يا جماعة ايه، قلتلكوا زي ما قلتلكوا التمركز سيبوا، هو كده الجون سهل بس التمركز بتاعه اتمركز حلو جدا والعرضية مظبوطة. الكرة اللي بعديها برضو عرضية والتمركز برضو، ركزوا على التمركز. اللاعب ده صراحة من أكتر اللعيبة يعني العجمية في التمركز في رؤوس الحربة، غير طبعا ده إنهاؤه الرهيب يعني. لاعب بس ما شاء الله بيشوفش بيمينه وشماله، هو لاعب أيمن أصلا، تلات أرباع اللي جوان بشماله، هو لاعب أيمن. فيعني بص، ده اسيست برضو هو عمله. باصة في التانية وماني مضيعهاش. بصوا من الأول، بصوا باصة من الأول ورجع باصة تاني. لا برضو في الباصات كويس، مثلا ممكن أديه في الباصات 7 من 10. مثلا نقول ايه تاني، التسارع عنده مثلا شوية تسارع بس أفضل من السرعة، يعني دي عرضية. طقن الرأسيات أديه 8.5 من 10. هو في الرأسيات مش أحسن حاجة بس كويس في الرأسيات، زي دي كورة جون. ودي كورة برضو 1-2، راح ووداها بشماله، هو أصلا أيمن، حطها قوية جدا. كيكنج بار نقول مثلا برضو 9.5 من 10. بصوا الكورة يعني من قوتها الحارس هي جاية جنب ايده بس هو ما عرفش يلمسها حتى. وهي دي الكورة برضو 1-2 حلو جدا. قلت زي ما قلت لكم التسارع عنده كويس برضو، مثلا دي مثلا 6.5 التسارع، حطها بشماله برضو في الجون. لا هو لقطاته كتيرة، ان اللاعب يعني مميز جدا. وده اول فيديو، اول تجربة ليه، اول فيديو تجربة على اليوتيوب لدروجبا. لو بحثت مش هتلاقي اي فيديو دلوقتي في وقت نزول الفيديو ده. ودي كورة برضو 1-2، حطها بس المرة دي بيمينه، حطها برضو قوية جدا. هو بداية ال1-2 هو اللي لمسها في الأول واتلعبت طويلة. اه دي عادة تانية من زاوية بس لا، مش محتاجين الزاوية دي. دي كرة تانية برضو لف جسمه حلو جدا وبشماله صاروخ في الجون. لاعب يعني ما بيفكرش قبل ما يشوط. كرة يعني لف جسمه حطها بشماله، رجليه الضعيفة شوطة قوية جدا. هو يعني لا، عايش جدا يعني. فأي لاعب طلعله، أي حد طلعله اللاعب ده هو لاعب مميز جدا، من أفضل اللعيبة في مركز الحربة. مشكلته بس إن هو تقيل شوية. هو بص، دي الكورة برضو حط فيزيكال، حطها جون. دي كرة تانية برضو ركنها حلو جدا. هو برضو يعني لاعب الصراحة مميز، مبقاش نشكر فيه يعني، كمل في اللقطات. كورة عدى وبشماله، سند بشماله وودى بيمين. اللي بعديها لمسة برضو انفراد سهلة جدا بالنسبة له، أي حاجة أي انفراد جون. أي كورة قدام الجون ما بيضيعش. طبعا برضو لو عايزين تقييم أي لاعب تاني، أي لاعب عامة، واكتبوا في التعليقات وإن شاء الله هحاول أعمله. ده اسيست حلو جدا لدروجبا اللي برضو ايه مفكرش ووداه في سقف الشبكة. زي ما قلتلكوا اي حد عايز اي لاعب يكتبلي في التعليقات وانا ان شاء الله هعمل عنه فيديو. في لسه فيديوهات كتيرة جاية يعني. ادعموني اكتر، اعملوا لايك واشتركوا عشان
اكتر من الفيديوهات. دي اسيست برضو من دروجبا، اسيست حلو جدا. توني كروس او حتى دروجبا توني كروس تاني كان كويس. توني كروس برضو دي كورة برضو 1 2 وراح وعدى من المدافع، او يعني حط جسمه معاه وركنها حلو جدا. الكرة خد بالك الكرة مزنوقة، سواء ايه يعني دروجبا ما بيسميش في الفيزيكال، بيحجز بكتفه ويشوط برجله على طول. لسه خلاص ناقص يبان لقطتين كمان. دي كورة تانية برضو بس دي من بعيد شوية. اه ده اخر جون. بس يا ريت لو فيديو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. اهو دي اخر لقطة، شوطة من برا منطقة الجزاء حلوة جدا. وبس، سلام.